أصدقائنا أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك. فإذا كنت أو كنت تسعين خلينا نقول إلى خسارة وزنك وتتخلصين ودك من خلال هالأيام البسيطة، تتخلصين شوية من الكيلوغرامات الزايدة عندك. طبعا اللي اكتسبتيها في شوية رمضان غادة، شوية بس أنت شوي. شايفتها شوية؟ والله شو نسوي عاد، شكوى الله ما بلي حيلة. فاسمعينا، عموما الموضوع يهمك بالضبط. اليوم حيكون معانا كابتن جراند ماستر سامي السعران، هو أكيد عنده الحل. هلا وسهلا كابتن سامي. اهلا وسهلا فيك، ارحب بكم وارحب الاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات، واقدم مباركتي لكم على العشرة المباركه. طبعا سؤالك هذا سؤال وجيه، كثير من الناس يعني يتمنى في وقت قصير انه يحصل على النتيجه البسيطه هذه. طبعا يعني احنا جايينك اليوم كابتن، واحنا نحمل الكيلوات وجرامات زادت بالتأكيد. يعني 5-4 أيام، يعني ايش يمدينا نسوي فيها؟ اي يعني كيف ممكن ننزل في 4 أيام؟ هل ممكن؟ طبعا في الوقت القصير هذا الجسم كذا دائما يتعرف على الشيء الجديد هذا اللي حاصل، يعني فسيولوجيا الجسم تتعرف على المجهود اللي قادم لها، ما تدري عنه وش هذا، لازم تتعرف عليه. هذا في الوقت القصير هذا ال5 أيام. وممكن تكون السوائل هي اللي ممكن تنزل في الوقت هذا. السوائل ما في مشكلة أن تنزل، لكن الفات صعب. الفات بعد فترة ممكن 20 يوم شهر على حسب الأجسام طبعا. وأكيد بنظام الفات أو الدهون من أجل إنزالها لازم نظام غذائي يشتغل عليها بمعادلة مجهود رياضي معقول ومقنن. يعني شوف هي ثلاث أجزاء مرتبطة مع بعض: المجهود الرياضي أو المجهود الجسدي، التوازن الغذائي، الراحة. في ناس بالنسبة للراحة والاستجمام هذه يعني ما يهتم فيها، لأن فيما بعد أنت راح ترجع ثاني مرة تقوم بمجهود رياضي ما يواكب النظام الغذائي، تكون جسمك يعني مرهق وتعبان، لكن إذا ارتحت لا راح تعطي كذا، تقدر يعني يصير عندك النزول أفضل. طيب إيش الرجيم كابتن اللي ممكن نسويه من غير ما نضر صحتنا وممكن يكون سريع، يعني يحرق سعرات سريع؟ والله أنا بالنسبة لي أنا سمعت كثير من أنواع الرجيم، لكن أنا من وجهة نظري كشخص رياضي أكل طبيعي، لكن أركز على أكلات معينة بنسب معينة. يعني بدل ما أكل يعني نسبة 10%، أكل نسبة 5%. بالنسبة للأنواع الأكل أركز على الفواكه والخضروات وقليل من البروتين وقليل من الأشياء اللي ما ترفع الوزن، مثل الأشياء المشوية وغير مقلية، الأشياء المسلوقة أقصد. يعني الأشياء المسلوقة هذه برضو ممتازة. نعم. الأشياء هذه هي راح يعني تتوازن معي في المجهود الرياضي. طيب كابتن سامي، الآن شرحت لنا النظام الغذائي المتبع من أجل حرق الدهون. الآن هل هناك تمرين أيضا يساعد نظام الغذاء من أجل الحرق، يعني تمارين حرق تعطينا نتيجة سريعة؟ والله شوف الدراسات اللي مؤخرا اللي قريت عنها وطبقتها ولقيت فيها نتائج ممتازة. أول حاجة المشي متوسط السرعة، يعني بدون توقف، يعني مسافات معقولة على حسب مجهود الشخص أو تحمل الشخص. نعم. هذه تحرق يعني حرق مميز. لاحظت أنها أفضل من الجري السريع اللي المشي متوسط السرعة لكنه متواصل، هذا حرق ممتاز. أو الجري متقطع، جري متوسط مع سرعة، يعني 100 متر 200 متر، بعدين جري ثاني مرة نفس شوي أرجع نفس النظام، جري متوسط، بعدين نفس الشيء سرعات. نعم. هذه برضو تعطي
نتيجة مميزة. ثالث حاجة بالنسبة للمشي السريع، في آخر 100 متر أو 200 متر جري سريع جدا إلى قوة التحمل، يعني هذا اثنين يصير لين نهاية تحملك، هذه برضو تعطي نتائج. فممكن هذه وجهة نظري أنا، هذا اللي أنا جربته حاولت إني أستفيد منها. ولقيت منها نتيجة. في بعض المدربين ممكن عندهم طرق ثانية وأساليب ثانية ممكن تكون أفضل من كذا، ممكن تكون أقل نسبة في النتائج. نبغى نسألك عن نصائح ممكن توجهها لكل من يسمعنا اليوم ممكن إنه يطبقها لخسارة الوزن. في أجسام ممكن تنزل بسهولة، وفي أجسام ممكن تصعب يعني على النزول. لو فيها مجهود، لو فيها نظام غذائي متميز، لو فيها راحة، نفس الشيء. هذه لازم الواحد ياخذها في باله. لابد انك قبل كل حاجة تعملها بالنسبة للبرنامج جاء في بالك انك تنزل وزن، لابد انك تتجه لخبير في الموضوع هذا تستفيد منه وتطبق الأساليب والطرق والبرنامج اللي متبع، اللي هو يتبع نفس المدرب، وتكون متواصل معه على طول. بعضهم ياخذ البرنامج وياخذ يروح يطبق من نفسه وخلاص ينسى المدرب، خلاص هو الخبير هذا. ثاني حاجة لابد انك تعرف ان هذا الشيء اللي قاعد تسويه هدف لك، وين الهدف هذا، هو قريب متوسط او بعيد. لابد الهدف هذا يتحقق من نفسك انت. يعني المدرب ما يقدر يغير فيك شيء، ممكن المدرب يأثر عليك تأثير بسيط او يعطيك الطريق، لكن انت الطريق هذا انت لازم انك توصل لنهايته من نفسك وارادتك. لازم تكون عندك اراده انك تنزل الوزن هذا، يعني بتنزله، ولو حصل انك تسوي اكثر ممتاز. بالنسبه للمجهود والنظام الغذائي والراحه، هذه الاشياء لابد انك تسويها وانت عارف وش قاعد تسوي. التمرين هذا صح ولا غلط، انت ماشي بطريقه صحيحه او طريقه ممكن نص، يمكن يكون فيها فقرات بسيطه او اوضاع بسيطه يكون فيها خطا. ارجع للمدرب، خليه يعلمك الطريقه الصحيحه، او الخبير يعلمك الطريقه الصحيحه اللي تستفيد منها بنسبه اكبر. بالنسبه للنظام الغذائي، ممكن اليوم تقول لا اليوم بريح، باكل على راحتي. برضو لو رجعت للخبير وقلت له ابي تعطيني ايام راحه او ايام اكون فيها حر اني اكل اي شيء، الى توضح لي. بالنسبه للراحه خلاص، الراحه بعض الناس يتحمس وقت الراحه، جسمه نشيط ومرتاح ويشاف نفسه نشيط ومرتاح، يقول لا بكمل بسوي اليوم رياضه لو بسيطه. خلاص الراحه راحه عشان تستعد للقادم. هذه من الاشياء اللي مهمه، ولا تاخذ نفسك انك يعني اليوم ما عديت في التمرين او ما نزل في وزنك لا تقول خلاص انت كل اللي سويته. لا، حاول انك استمر مرة ثانية وثالثة. نعم. وتغير، ممكن تغير. نعم. يعني تغير محل، تغير أجواء. نعم. أو نغير التمرين أو النظام الغذائي أو التمارين. نعم. نعم. واضح جدا. الكابتن والجراند ماستر الأستاذ سامي السعران، صراحة نصائح مفيدة وواضحة الأهداف. أتمنى يا رب أن المستمعين يستفيدوا. شكرا لوجودك معنا. العفو، يعطيكم العافية، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. وانت بخير أستاذ سامي السعران، شكرا لك.